الليلة دي ما كانتش زي أي ليلة في بيت فاطمة. الهوا كان بيخبط في الشبابيك كأنه حد بيحاول يدخل، والكل كان نايم إلا فاطمة اللي كانت قاعدة في الصالة لوحدها. وشها باين عليه الإرهاق، بس عينيها فيها حاجة غريبة كأنها بتبص على حد مش موجود. من بعد ما مات جوزها بشهر فاطمة اتغيرت، بقت بتتكلم لوحدها وتقوم فجأة من النوم وتخرج للمطبخ، تفضل واقفة قدام الحوض بالساعات. ومرة سامح ابنها شافها ماسكة السكينة وبتبتسم، ضحكة كلها برودة وخوف ما فيهاش أي روح. سامح قال في نفسه يمكن تعب نفسي، حزن على أبويا. لكن مريم أخته الصغيرة كانت حاسة إن في حاجة غريبة، الموضوع مش بس حزن. كل يوم كانت بتسمع صوت أمها بتتكلم بالراحة بكلام مش مفهوم، بلغة غريبة، أو كأنها بتقول دعاء بس مش بتكمله. ولما سألتها قالت لها بقرأ قرآن يا بنتي، بس مريم كانت متأكدة إن اللي سمعته مش قرآن خالص. وفي يوم لما الكهرباء قطعت، مريم كانت طالعة من أوضتها بالشمع، شافت أمها واقفة قدام المراية في الصالة، وشها نصه في الضلمة ونصه في النور، وبتقول بصوت مش صوتها: ارجعوا الباب اللي تحت افتحوه. مريم جريت على أخوها وهي بتعيط: سامح، ماما بتتكلم لوحدها. قال لها: اهدي يا مريم يمكن بتحلم. لا يا سامح، صوتها كان متغير كأن في راجل بيتكلم من بقها. سامح حاول يطمنها بس جواه بدأ يخاف. راح للمطبخ، لقى أمه قاعدة على الأرض بتقطع لحم، بس اللحمة لونها غريب، رمادي كده، وريحتها وحشة جدا. ولما سألها: دي لحمة ايه يا أمي؟ قالت له: لحمة القرين مش بتاعكم. من اليوم ده البيت اتشقلب، الجار أبو كمال اللي ساكن جنبهم اختفى. ولما الشرطة جت تفتش لقوا أثر دم طالع من عند بيته لحد باب فاطمة. الجيران بدأوا يتهمسوا هي السبب، دي ست ملبوسة عملت في الراجل حاجة. سامح رفض يصدق الكلام ده، بس لما دخل المخزن اللي تحت السلم لقى حاجة خلت دمه يتجمد، سكين عليها دم قديم وجنبها ورقة مكتوب فيها بخط أمه: هو اللي بدأ وأنا خلصت اللي اتكتب. الشرطة قبضت على فاطمة، ولما سألوها في التحقيق كانت بتفضل تضحك ضحكة خفيفة وقالت: أنا ما قتلتش حد، هو جه لحد عندي وأنا كنت نايمة. وبدأ المحقق يبص لها ويقول لها: يا حاجة، عندنا بصماتك على السكين. قالت له: البصمات بتاعتي، بس اللي استخدمها مش أنا. والتحقيق وقف في حتة غريبة، ولا في دليل مادي واضح ولا تفسير منطقي. والغريب إن تحليل الدم اللي على السكين مش دم بشري خالص. الخبير قال دي مادة غريبة كأنها خليط دم وحاجة مش معروفة. في نفس الليلة اللي الشرطة أفرجت فيها عنها، مريم كانت نايمة وسمعت خطوات في الممر. خرجت تشوف مين، لقت أمها طالعة من الحمام وشعرها مبلول، بس المية اللي نازلة منها لونها غامق كأنها دم خفيف. مريم صرخت وقالت لها: يا ماما. لكن فاطمة بصت لها وقالت لها بهدوء: ما تخافيش يا مريم، هو خلاص خرج. قالت لها: مين اللي خرج؟ قالت لها: اللي كان جوايا، بس يمكن يرجع. ومن بعدها فاطمة اختفت. الشرطة دوروا عليها في كل حتة، وفي الآخر لقوا جثتها في مكان قديم جدا، مكان كان موجود من تحت البيت عندهم. بس الغريب إنها مش باين عليها أي علامات موت ولا جرح ولا خنق ولا أي حاجة، وشها هادي ومبتسمة كأنها نايمة. الطب الشرعي كتب في التقرير الوفاة بسبب توقف مفاجئ في القلب، بس المحقق اللي كان ماسك القضية كتب في مذكراته بخط إيده: أنا متأكد إن الست دي ماتت قبل كده ورجعت. بعد الدفن بأسبوعين، سامح كان قاعد لوحده في الصالة بيفكر في اللي حصل، ولما الكهرباء قطعت فجأة سمع صوت جاي من المطبخ، نفس الهمهمة القديمة اللي بنتها قالت عليها، ونفس الجملة اللي مريم سمعتها قبل كده: ارجعوا الباب اللي تحت افتحوه. سامح قام يجري على السرداب، بس لقى الباب مقفول بسلسلة حديد وعليها ورقة بخط مختلف: ما تفتحوش، اللي جوه لسه مستني. من يومها بيت فاطمة فاضي، محدش سكن فيه، كل اللي بيعدي بيسمع صوت في نص الليل بيقول نفس الجملة. الجيران بيقولوا إن في نور بيطلع من الشباك، واللي يقف يبص عليه يسمع ضحكة الست، ضحكة هادية زي اللي بتبدأ من جريمة وما بتنتهيش أبدا. لو عجبك القصة اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاية.